اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده من كل كروشيه. دلوقتي احنا هنحل مشكله كتير جدا بيواجهوها، ان احنا بنجيب التتر بيكون الخرم بتاعه بالشكل ده اللي هو صغير جدا، فبالتالي محدش بيعرف يشتغله بالكروشيه زي الخرم الكبير بالظبط زي ما انتم شايفين. فاحنا في ناس بتروح جايبه اللي هو الترتر التركي اللي هو بيكون غالي جدا، لانه بيكون اللي هو الخرم بتاعه جاي جاهز بالشكل زي ما انتم شايفين ده. فبيشتغل بكل سهوله والابره بتخش على طول عادي وكل حاجه. فاحنا هنقدر دلوقتي نحل المشكله حوار الترتر. دلوقتي احنا هنحتاج بس خرامه زي ما انتم شايفين، تكون خرامه كويسه جدا حاميه بتقدر تكسر تخرم الترتر بكل سهوله علشان ما يبصش معانا او يحصل فيه انكماش او الكلام ده. فنيجي دلوقتي نخلي الترتر بالشكل ده اللي هو الصغير نفسه. بصوا زي ما انتم شايفين كده الصغير، زي ما انتم شايفين كده الصغير خالص، الخرم بتاعه صغير جدا. فهنيجي نحل المشكله دلوقتي. نيجي نجيب الخرامه زي ما انتم شايفين كده، نشوف الخرم. شايفين الحته اللي بتخرم على طول الورق او اي حاجه. فهنيجي نحط الترتر الناحيه دي بالشكل ده، بحيث ان احنا نخرمها بطريقه كويسه. بصوا بالشكل ده كده اهي، زي ما انتم شايفين كده الترتر ماسك في الخرامه كويس. نضغط ضغطه كده بسيطه، فبالتالي ان هو احنا قدرنا نخرمها خرم كبير بتاع الكروشيه علشان نقدر نستخدمها في الشنط الكروشيه اللي هي الترندي اللي احنا بنشتغلها في الصيف، بتبقى شكلها احلى وشيك جدا في المناسبات عامه، يعني في فرح، في اي مناسبه، في خروجه حلوه وكده. فاحنا دلوقتي عرفنا نخرم الخرم بالخرامه الخرم كبير، فهيبقى سهل جدا ان احنا نشتغله كروشيه. نيجي بقى الترت الكبير زي ما انتم شايفين كده، نيجي نجيب الخرامه نعمل ده ما احنا كنا شايفين. نشوف الخرامه بتنزل فين، فبعدين نحطها كده بالراحه زي ما انتم شايفين كده، نضغط ضغطه بسيطه. فبالتالي احنا قدرنا نخرم الترتر خرم كبير زي الترتر التركي زي ما انتم شايفين كده. فالترتر الصيني كله عامة بيكون خرم بتاعه صغير بالشكل ده، فاحنا بنحوله الكبير علشان الكروشيه. في ناس بتشتغلوا باللي هو الخيط بالابره ويقعدوا يخيطوا في الملابس في الشنط، فدي بتكون يعني مشكله جدا بالنسبه لهم، فاللي هم بالنسبه للناس اللي هم اللي بيشتغلوا كروشيه. فدلوقتي احنا خرمنا اللي هو الخرم ده كل الالوان اللي هي الترتر الصيني زي ما انتم شايفين. فهو سهل جدا ان احنا نشتغل الكروشيه، سواء اللي هو الترتر الصغير او الترتر الكبير زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده قدرنا نخليه عامل زي الترتر الكبير اللي هو التركي بكل سهوله بالخرامه. فاحنا اهم حاجه ان احنا نقلب الخرامه بالشكل ده، نخليها قدامنا المنظر ده علشان نشوف هي بتخرم فين، بتدوس فين بالظبط، علشان الخرم ما يبقاش على حرف الترتر فبيبوظ شكل الترتر، ما نعرفش نشتغله، او لو احنا اشتغلنا بيه بيتقطع بكل سهوله. بس كده ادينا عملنا اللي هو المعلومه دي الحلوه دي، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي جديد ان شاء الله فيديوهات الجايه. واشوفكم بقى على خير. باي باي.